السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفات عن بركة ترحب بكم. اليوم إن شاء الله غادي نصاوب معكم واحد الطريقة زوينة وواعرة واعرة ديال الدجاج مع البصلة المعسلة. كيجي فن وبنين. رافقته بواحد الطبق ديال الأرز بالزبدة والثومة، كيجي من ألذ ما يكون. نصحكم أنكم تجربوه، كيجي بنين، شهوة منه، صحي، ما تشبعوش منه. هنا في المقادير غادي ناخذ مقلاة ديالي، غادي نوضع فيها القليل من زيت المائدة. غادي ناخذ هذاك الدجاج ديالي، جوج صدور ديال الدجاج غادي نوضعهم هكاك صينين فوق من المقيله بالزيت ديالها. وغادي ناخذ هنا واحد شويه ديال المليحه وغادي نوضعها من فوق الصدور ديال الدجاج، وغنوضعهم كذلك من التحت ديال الدجاج باش يجيني هذاك الدجاج بنين وما يجينيش مسوس. هنا غادي ناخذ القليل من العطريه ديال التشيلي المكسيكيه. ما كانش متوفر عندكم يمكن لكم ديروا شويه ديال التحميره مع شويه ديال الثومه بودر مع شويه ديال البصله بودر مع شويه ديال المليحه مع شويه ديال الابزار هاد والثوم القصابي. هاد العطريه ديال التشيلي راه كتكون في السوبر ماركشيات. الا ما كانش متوفر عندكم ديروا هاد العطريه اللي قلت لكم دابا، راه كذلك كتجي رائعه. المهم ما تنساوش انكم تضيفوا الثومه بودر والبصله بودر، كيعطيو واحد النسمه زوينه للدجاج. صافي هنايا غادي ناخذ هذيك العطريه ديالي، غندردرها مزيان على الدجاج من الصدر ديال الدجاج من الفوق ومن التحت كما كتشوفوا. وغادي ناخذ هنايا واحد 3 حتى 4 البصلات، غادي ناخذهم وغادي نقطع لهم الراس ديالهم، وديك الراس يكون غليظ شويه كما موضح لكم في الفيديو هكا. صافي كل وحده غنقطعها الراس ديالها وغادي نقطع ليها الاسفل ديالها كذلك. وهذيك البصله اللي غادي تبقى ليا غادي نخدم بها. هنا تقريبا انا درت هنا 4 الحبات ديال البصله. صافي غادي ناخذ هذيك البصله اللي قطعت غير الراس ديالها والتحت ديالها، غادي نوضعها في الجنيبات ديال الكاسرونه ديالي او المقله ديالي اللي فيها الزيت. هنا الدجاج باقي ما درتوش يطيب، حتى نضيف البصله عاد باش غادي ندير كلشي يطيب. هنا غادي ناخذ 2 وريقات ديال يازير. يمكن لكم ديروا الاعشاب منسمه اللي بغيتو، يمكن لكم ديروا ورقه سيدنا موسى كتجي حتى هي رائعه. صافي وغادي ناخذ هادشي وغنقليه فوق من العافيه وغادي نخليه حتى يذهب اللون ديالو. شوفوا معايا هنا الدجاج من بعد ما ذهب اللون ديالو تقلى معايا. البصله كذلك. انا كنصحكم انكم ديروا البصله الحمراء ما ديروش البيضه. البيضه الا درتوها كتقلى معاكم غادي تذوب ودغيا غادي تفرتت لكم. شوفوا البصله هنا الحمراء راه بقات محافظه على القوام ديالها. هنا درت معاكم وحده بيضه ولكن شوفوا البيضه راه دغيا تحلات، ماشي بحال الحمراء بقات واقفه وبقات محافظه على القوام ديالها. صافي غنقلبها على الجهه الاخرى وغادي نقليهم كذلك على الجهه الثانيه. صافي هنا من بعد ما قليتهم وذهب اللون ديالهم، شوفوا معايا هنا راه غنوضعهم في صحن. ما تكثروش ليهم الطياب باش ما تذوبش معكم البصله حيت مازال غادي نطيبوها. انا بغيتها غير هذاك اللون الذهبي وتجي معايا معلكه. صافي غنوضع الكميه كامله فوق من الصحن. شوفوا معايا هنا راه البصله البيضاء شوفوا معايا كتحلات والبصله الحمراء بقات محافظه على القوام ديالها. صافي هنا غناخذ صدور ديال الدجاج ديالي وغادي نقليهم على الجهه الاخرى. شوفوا هنا من بعد ما طابوا مزيان تتاكدوا بانهم طابوا. صافي غادي نحيدهم من المقله وغادي نوضعهم جانبا. غادي ناخذوا كذلك هذوك 2 وريقات ديال اليازير حتى هما غادي تحيدوهم من المقله، عطاو النسمه ديالهم جاو واعرين. هنا غادي ناخذ هذيك البصله اللي قلت لكم مازال غنخدموا بها. كما كتشوفوا راه حيدنا الراس ديالها وحيدنا التحت ديالها. هذيك الوسطاني هو اللي غادي نشلضوه، تقريبا واحد 4 ديال البصلات غادي نشلضوهم مزيان وغادي نضيفوهم لهاد الزيت. غنضيفوا كذلك واحد 3 ديال الفصوص ديال الثوم غادي ندقوهم مزيان وغنضيفوهم لهاد البصله وغادي نشحروا كلشي فوق من النار حتى يتغير اللون ديال البصله ديالي ويتغير اللون ديالها. صافي وغادي نضيف واحد 200 مليلتر ديال الماء يكون عادي من الصنبور. غادي نوضعو فوق من النار وغادي نخلي هذيك البصله ديالي تعلك معايا في هذيك الماء وطيب معايا. انا بغيت البصله تهبط ما بغيتهاش تبقى واقفه. صافي هنا من بعد ما تبخ تقريبا واحد 5 دقائق يتبخ بحال ما هكاك ولا 4 دقائق بحال ما هكاك غادي نضيف ليه الشامبينيون. هنايا الشامبينيون اللي كان متوفر عندي هو اللي ضفتو الكميه اللي بغيتو. واحد 4 ديال الشامبينيوات كانوا متوفرين عندي قطعتهم وضفتهم. صافي هنايا غادي نخلي كلشي يتشحر فوق من العافيه. صافي وغادي نضيف هنا 200 مليلتر ديال القشطه الطريه وواحد 150 مليلتر ديال الحليب. غادي نضيفهم بجوج في خطره وحده كما كتشوفوا في الفيديو، الحليب والكريمه. وغادي نخلط كلشي فوق من النار
جيدا ونحاول عليه باش ما يتحرقش معايا، وكذلك يبقى محافظ على القوام ديالو. هنا غنضيف تقريبا واحد نصف معلقه صغيره ديال الملح، نصف معلقه صغيره ديال الابزار، وبقاو تذوقوا. الا كان باقي مازال خاصكم الملح ضيفوا. صافي غنخلط كلشي وغادي نخليه حتى تطلع فيه الغليه. هنا شوفوا معايا من بعد ما طلعت فيه الغليه وداك نصف الكميه تقريبا تبخرات، غادي نضيف ليه هذوك صدور ديال الدجاج اللي صاوبت معاكم، وغادي نضيف هذيك البصله اللي قليت معاكم او عسلناها مع بعضياتنا. صافي غادي نضيفها لهاد المقلاة وغادي نشعل عليها العافيه ونقص عليها العافيه مزيان مزيان على الدمعه. ضروري تنقصوا عليها العافيه باش ما تحرقش لكم الكريمه والدجاج. صافي هنايا غادي نزين بالقليل من القزبر والمعدنوس من الفوق كنوع من تزيين اخضرار. صافي هنايا الطبق ديالي ها هو وجد، قدمته مع الارز اللي بالزبده والثومه. صوبت معكم هاد الطريقه ديال الارز بالزبده والثومه، كيجي رائع وبنين. راه درت لكم في الفيديو اللي قبل الا بغيتو تفرجوا فيه. وشوفوا معايا الشكل النهائي ديال البلا ديالي، شوفوا معايا كيف كيجي رائع. هنا من بعد ما خليت الكريمه تشربات وتعلكات، شوفوا معايا الشكل النهائي. البصله كذلك حتى هي تعلكات. الرز راه ما نعاود لكمش، شي حاجه بنينه وواعره. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم خليوا لي اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم كيفرحوني بزاف. والى اللقاء، بسلام عليكم.